ماذا لو كان خليلوزيتش هو المدير الفني للمنتخب المغربي في المونديال؟ ما اعتقدش انه كان هيوصل لهذا ما كانش يكون زياش، لا. ما كانش يكون مزراوي، لا، ما كانش يكون لا لا لأن في وصلت لعيبة كتير ما العلاقه كانتش واحد هتبقى الساعه موجودة. توتر كبير. ولا حمد الله ولا حكيم زياش ولا مزراوي كانوا هيبقوا موجودين. ودول يعني بالتحديد تحديدا مزراوي وحكيم زياش صنعوا الفارق مع المنتخب المغربي. افضل جناح ايمن في المونديال من يكون؟ افضل جناح ايمن في المونديال سؤال صعب هذا. تنظن بالقتاليه حكيم زياش. حيت حكيم زياش بالمنطقيه حكيم زياش. لا حكيم زياش لاعب مهاري لا يناقش، ولكن عمره ما لعب هذه القتاليه اللي لعب بها في المونديال. حكيم زياش. افضل لاعب وسط في المونديال؟ جريزمان افضل لاعب وسط هجومي. وسط هجومي. انا بتكلم على وسط ارتكاز. وسط مرابط. هو جريزمان افضل وسط هجوم 100%. قالها له ماكرون دخل الى المستودع رئيس فرنسا، دخل الى المستودع المنتخب المغربي وذهب عند المرابط وقال له انت احسن وسط الميدان في المونديال. ارفع راسك قالها المرابط. قالها المرابط. رئيس فرنسا، وهو يعني لما بنتكلم الاستاذ اسامه بن عبد الله هو شاهد على الاحداث من ارض الواقع مع الاستاذ شريف معي ايضا وانا معهم ايضا. لما رئيس فرنسا يذهب لمرابط ويقول له ارفع راسك انت رائع، هو مشهد تكرر، ولكن تكرر بسيناريو اخر مع لويس انريكي. لو تتذكر لويس انريكي بعد سقوط الاسبان ذكر اللاعب رقم 8 وتاسف لانه لا يعرف اسمه، ولكن قال هذا لاعب كبير. قال لي كان يتكلم معي لويس انريكي. انت اللي كنت بتساله السؤال. لا هو قال لي سالته قبل المباراه سؤال عميق، سالته قبل المباراه كان سؤال صعب. قال لي من رقم 8؟ اذا نتكلم شويه اسباني. قال لي من رقم 8؟ قلت له اناحي. قال لي بالاسبانيه مادريميه، يعني يا امي مين خرج لي هذا اللاعب؟ يا امي مين خرج هذا اللاعب؟ كبير. وذهبت عنده وقلت له ده من الاكاديميه تقريبا بتاعت محمد السادس. قلت له من الاكاديميه عجبك لانه يشبه الاسبان. قال لي بيني وبينك احسن من الاسبان. بيني وبينك احسن من الاسبان. والله ايوه لعيب كبير. تصريح قنبله عندما يتحدث لويس انريكي عن ناحي ويتحدث مع الاستاذ اسامه بن عبد الله ويقول له الاتي. ايوه قاعد وكرر الجمله، اطرب الساده المشاهدين. قلت له يعجبك حيث يشبه اللاعب الاسبان، وانا كنت افكر في غابي وبيدري. قال لي بيني وبينك لا تفضحني. لعيب مهاري ومخترق اي دفاع. لذلك انا لا لحظه لا انا اريد ان اعطي نصيحه لأناحي قبل النصيحه. لويس انريكي مدرب اسبانيا بعد فوز المنتخب المغربي على الاسبان قال للاستاذ اسامه بن عبد الله، قال له ناحي افضل من بدري وافضل من جافي. لا ما خليش بدري، افضل من الاسبان، افضل من الاسبان، والاسبان يعني بدري وجافي، وانا بضيف الجمله دي من عندي ولا يوجد اي مشكله. معلش يا عم نركي. قال له افضل من الاسبان، وقال له خلي الكلام ده بيني وبينك ما تفضحني. ولكن النصيحه اللي يعطي الأناحي حيث كاين عروض كثير على أناحي منها برشلونه. انا لا اتفق مع الحداد بالبرشلونه. لحظه ده العروض دي احنا هنتكلم بروفايل. لا ممكن اعطيك واحد النصيحه. تقول أناحي انتظر اين سيذهب انريكي واذهب عنده لفريقه، ستكون لاعبا كبيرا. ايوه طبعا. بتتفق طبعا. بص اولا هو بس ينقصه بس الجانب البدني شويه بيقل في نهايه المباراه، لكن هو حتى البنيه الجسمانيه لازم لعيب مهاري جدا، لعيب عنده رؤيه في الملعب، بصير هايل. 22 سنه. لا ولسه صغير، خريج اكاديميه محمد السادس. ولكن يعني فعل شيئا احسن. واطلب من الله باش اللاعبين ياخذوا القدوه. ذهب الى ستراسبورغ من الاكاديميه. بعد سنه قالوا له ستراسبورغ ما عندكش المستوى يا أناحي، يا بغيتي تلعب معنا خصك يجب ان تذهب الى فريق هواة وتعود. وجاءه عروض من فرق كبرى في المغرب وقال لن اعود الى المغرب، وذهب الى الهواة. ثقافه وعقليه، وثابر ووقع اول عقد مع اونجي. ثقافه وعقليه، يعني ده فرق لم يختار كبعض اللاعبين الاخرين الخليج العربي ليربح المال. للاسف. قصه رائعه يا استاذ شريف لأناحي بيعرضها الاستاذ اسامه. فرق ثقافه صح. فرق فكر، فرق طموح. ان هو طالما طلعت وعديت البحر المتوسط ما رجعش ايا كانت المغريات. كاين 4 لاعبين من الاكاديميه، كاين نصيري من الاكاديميه، وناحي اكرد والحارس الترناوتي.
العروض الموجودة دلوقتي للاعبي المنتخب المغربي هي عروض قوية وعروض جبارة، وعروض ربما كانت لم تكن غير متوقعة من البداية. عندما تتحدث عن ياسين بونو تجد ليكيب تؤكد أن برشلونة يداعب ويقدم العروض مرة ثانية. يتكلمون عن ريال مدريد وبايرن ميونخ ريال مدريد 3 عروض. انا لا اتفق باش يذهب لريال مدريد. إن كان مع كورتوا في اتلتيكو 3 سنوات ولم يلعب. هو الان خصو يكون في فريق نادي محتاج حارس رسمي، محتاج حارس اساسي. يبقى اقربهم بايرن نوير خلاص مصاب برضه لسه. لا لسه اصيب بكسر. حيث باير يعرفونها كثيرا، لعيبه ضدهم سوبر وهم يطالبون. انا رايي يروح مانشستر يونايتد. بس مانشستر لحد الان ما ظهرش في صوره وفقا للتقارير الصحفيه. يعني دي خيا عليه علامات استفهام كبيره جدا واستبعد من نقول الاقرب. يجب ان ننسب ان اشبيليه فريق كبير. طبعا. خلاص اشبيليه محطه وتنتهي. لا ولكن واين تكون المحطه القادمه؟ الريال مدريد. حارس المرمى ماشي زي اي لاعب، حارس المرمى صعيب. طبعا اكيد اشبيليه هيحافظوا عليه وهيعدلوا مرتبه بعد المونديال، وهيحافظوا عليها باقصى حد، لان ما برضه صعب يا استاذ شريف بعد انفجار ياسين بونو هتجد الفلوس بتعرض على اشبيليه والاغراض بالتاكيد كبيرة. يعني بالتاكيد هيبقى في ريال مدريد وهيبقى في بايرن ميونخ في الصوره بشكل قوي وبرشلونه حتى برشلونه اكيد تكستيجن. وبالتالي هو لازم يروح نادي عايز حارس رسمي، عايز حارس اساسي، ما بقاش عنده السن باش يمشي يدخل في منافسه مع حارس اخر. ما روحش اقعد، خصوصا كورتوا الذي بكت معه 3 سنوات في الاتليتيكو. يعني الاقرب من وجهه نظركم برشلونه ولا ريال مدريد؟ لا احد، ولا ده ولا ده. بايرن ميونخ لانه نوير مصاب. الاقرب بايرن ميونخ. فعلا الاخبار بتزيد وتؤكد ان بايرن ميونخ الاقرب لضم هذا اللاعب. المانجر ديال بونو اعرفه زي مانجر بونو، اعرفه راجل ذكي، ولن لن يذهب بونو الى الجحيم، سيذهبوا الى فريق سيتمكنوا من اللاعب رسمي فيه. الثاني وهو نجم المونديال وافضل جناح ايمن سالتك عنه هو حكيم زياش. استاذ شريف، حكيم زياش لن تتمكن وكالات الانباء العالميه ان تجزم بعرض واحد، ولكن فرضت المساحه وقالت ان زياش قبل المونديال شيء وبعد المونديال من النادي الذي سيتمكن من الحصول على خدمات. اولا هو في تشيلسي نفسه قبل المونديال شيء وبعد المونديال شيء. يعني في تشيلسي نفسه جماهير تشيلسي تطالبه. يعني هو في تشيلسي كان دايما بعيد عن المشاركه بشكل اساسي لفترات طويله. اعتقد بعد المونديال ده فرض نفسه بقوه، ده اولا. وثانيا تشيلسي ما عندوش مشاكل ماديه، يعني ما عندوش مشاكل. كاين عقد مبدئي مع ميلان، لكن قبل المونديال كان عقد مبدئي مع ميلان. مع ميلان ووفقا بس انا بص يا استاذ اسامه، يعني انا الطموح، اخر الطموح الدوري الانجليزي، ايا كان دوري ايطالي اسباني فرنسي، اخر الطموح. البارسا والريال لا، البارسا والريال على الدوري الانجليزي ممكن بس لكن لما ابقى في تشيلسي او بلعب في الدوري الانجليزي وانزل الميلان، الميلان حلو. لا حيت فقط حلو، انا مشجع ميلاني. لا فقط اعاره طالبينه اعاره ماشي. اخر واحد وهو مرابط اللاعب رقم 8، القنبله التي انفجرت في ارضيه الميدان امام كبرى المنتخبات. النهارده مرابط انت بتشوفها يا استاذ شريف توتنهام، ودخل على الخط ليفربول. يورجن كلوب ده عايزينه من فتره. ليفربول لا ده قبل ليفربول من فتره. قبل طبعا ليفربول قولا واحدا عايزينه من فتره، خصوصا وان اندرسون الذي يلعب في مكانه ولا اللاعب البرازيلي ديال ليفربول اصبحوا فابينيو وهندرسون والكانتار وكل دول يعني كبروا في السن. دي مشكله ليفربول، معدل اعمار وسط الملعب بتاعه كبير.